السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش بعتذر على ان اللايف اللي فات اتقفل. طبعا انا بتكلم النهارده عن الفرق بين هل في سكر عادي وسكر كاذب. طبعا في سكر عادي وسكر كاذب. طيب السكر العادي طبعا بيبقى معاه اعراض السكر، والسكر الكاذب برضو بيبقى معاه اعراض السكر، بس الفرق بسيط شويه. طيب انا الموضوع كله ان انا جات لي حاله المفروض ان هي عندها طبعا او متشخصه على انها عندها سكر، عندها تبول كتير، عندها عطش جامد قوي، عندها جفاف، بتخس، في دوخه جامده. الكلام ده الموضوع ابتدى ان هي راحت لدكتور. الدكتور طبعا خد الشكوى بتاعتها وخد التاريخ المرضي، وقبل ما يتاكد ان في سكر او ان هو يعمل تحليل سكر، هو ببساطه ابتدى يديها علاج سكر ينزل السكر شويه على بال ما تعمل التحليل السكر التراكمي. طيب لما عملت خدت العلاج ومشيت، طبعا المفروض ان هي رايحه تعمل التحليل تاني يوم، فكل ما طبعا خدت العلاج فداخت واغمى عليها، ابتدوا يفوقوها وادوا لها حاجه فيها سكر والكلام ده كله، فابتدت الموضوع يتحسن معاها وابتدت تفوق شويه. بس لما جت خدت العلاج مره تانية نفس الموضوع، او داخت جامد والكلام ده كله، وابتدوا برضو يدوها حاجه فيها سكر. لما كلموا الدكتور وقالوا له انه بيحصل كذا وكذا، قال لهم ده طبيعي عشان هي اول مره تاخد علاج سكر، وعشان جسمها متعود على ان السكر بتاعها عالي، فده طبيعي، اللي حصل ده طبيعي. فحاولوا مره تانية بس تكون واكله حاجه شويه صغيره قبل طبعا العلاج. طبعا برضو لما خدته تعبت، مش زي الاول بس طبعا تعبت. طيب الفكره عندنا ان هو خد بالاعراض بس. طيب لما جولي وخدت طبعا الشكوى والتاريخ المرضي بتاعها والتاريخ العائلي والكلام ده كله، قلت لهم احنا هنعمل تحليل سكر. طيب وهنعمل تحليل بول، يعني هنعمل سكر تراكمي وهنعمل تحليل بول. طبعا عملوا السكر التراكمي طلع كويس جدا، عملوا تحليل البول، طبعا ما طلعش فيه سكر. طيب فطبعا عملنا تحليل دم تاني عشان نشوف الموضوع. احنا دلوقتي ما فيش سكر، يعني ما فيش سكر، السكر التراكمي كويس جدا وما فيش حتى سكر في البول. طب ايه الموضوع؟ الموضوع ببساطه ان هي عندها سكر كاذب. ايه السكر الكاذب ده؟ هو السكر الكاذب بنسميه دايابيتس انسيبيدوس، والسكر الدم بنسميه دايابيتس ميليتوس. طيب يعني سكر الدم ده طبعا البول، حتى لو السكر يعني قريب من المعقول في سكر الدم، بيبقى البول فيه نسبه سكر. طيب السكر الكاذب بيبقى ما فيهوش نسبة سكر خالص. طيب الموضوع ايه بقى؟ طب ما هو نفس الكلام، عندها تبول كتير، عندها عطش، عندها نوع من انواع الجفاف، عندها طبعا بتخس في الوزن. طب الكلام ده ليه؟ طبعا هي الموضوع كله ان هي عندها دايابيتس انسيبيدوس. طيب دايابيتس انسيبيدوس ده بيكون نتيجة في هرمون بيتفرز من الغدة النخامية اللي في المخ. الهرمون ده اسمه انتي دايوريتيك هرمون. يعني ايه انتي دايوريتيك هرمون؟ يعني هرمون اللي بيقلل التبول. طيب انا دلوقتي الهرمون اللي بيقلل التبول ده مش شغال كويس، فاللي بيحصل ايه بقى لما انا الهرمون ده ما بيشتغلش كويس؟ ان انا بيبتدي يحصل عندي مشكله في ان انا البول بيبقى كتير. طيب وممكن من كتر ما البول كتير يوصل ل 10 15 لتر في اليوم، فيبتدي يحصل ايه؟ يحصل عطش جامد، يبتدي يشرب ميه كتير قوي او تشرب ميه كتير قوي عشان تعوض البول اللي فقدته والسوائل اللي فقدتها في البول. يبتدي طبيعي ان هي مهما شربت مش هتعوض اللي فقدته، فيبتدي يحصل جفاف وتبتدي تخس ويبتدي يحصل اعراض زي اعراض السكر الدم. بس الموضوع احنا عندنا نوعين بيسببوا حاجتين بيسببوا الموضوع ده. ايه هما الحاجتين اللي بيسببوا الموضوع؟ طيب اول حاجه ان في انتي دايوريتيك هرمون، او الهرمون بيبقى بيبتدي اعراضه تبان عشان مشكله في المخ او مشكله في الكلى. طيب هنفرق ما بينهم ازاي؟ طيب المشكله اللي بتكون نتيجه المخ بتكون ما فيش اصلا الانتي دايوريتيك هرمون ده مش موجود اصلا، يعني ما بيتفرزش ومش موجود اصلا. طيب وزي ما قلنا كده الانتي دايوريتيك هرمون ده اللي بيمنع البول انه ينزل كتير قوي. طيب فما فيش، فطبعا يبقى فيه بول كتير قوي. والتاني اللي هو النفروجينيك دايابيتس انسيبيدوس، او اللي هو النوع اللي بيكون نتيجه الكلى، بيبقى طبعا في حاجه صغيره قوي، ان دلوقتي
الخلايا والانسجه بتاعت الكلى وبتاعت الجسم مش حاسه او مش مستجيبه طبعا الانتي دايوريتيك هرمون. يعني الاثنين فيهم مشكله ان مفيش انتي دايوريتيك هرمون خالص، والمشكله الثانيه ان الجسم او خلايا الكلى مش حاسه بيه خالص. طيب ايه السبب بتاع ده وايه السبب بتاع ده؟ طيب السبب بتاع الكرينيال او اللي هو العقلي يعني ان بيبقى طبعا ده بيجي بعد يا بعد جراحه يا بعد اشعاع للناس اللي عندها اورام. ساعات بيبقى من غير سبب، ساعات بيكون نتيجه مرض الجرن، ساعات بيكون نتيجه مرض اسمه ساركويدوزيس. ساركويدوزيس ده اللي هو بيحصل تضخم في الغدد الليمفاويه في الجسم ويبتدي يحصل مشاكل ويبتدي يسبب الموضوع ده. ساعات بيكون نتيجه ان في اورام في الغده النخاميه، او الغده النخاميه مش واصل لها دم، او في نزيف في الغده النخاميه نفسها، فكل ده يعمل الموضوع ده. طيب هنيجي تاني لحاجه تانيه نتكلم عليها، ان احنا دلوقتي هنتكلم على النوع اللي هو بيكون نتيجه طبعا طيب النوع اللي بيكون نتيجة مشكلة في الكلى. برضو أول سبب بتاعه إن هو ممكن ما يكونش ليه سبب. تاني سبب إن هو في نقص في البوتاسيوم وفي زيادة في الكالسيوم طبعا، وساعات بيبقى في مشكلة في الكلى، يعني حموضة الكلى عالية، فحموضة الكلى عالية تعمل الموضوع ده. طيب أنا دلوقتي هعمل تحاليل. طب إيه التحاليل اللي هعملها عشان أتأكد من الموضوع؟ طيب أولا أنا هعمل التحاليل عشان اتاكد ان المرض ده فعلا موجود، وتاني حاجه اتاكد او افرق بين اذا كان هو نتيجه المشكله اللي في المخ ولا نتيجه المشكله اللي في الكلى. طيب انا هعمل تحاليل بول، هلاقي ان نسبه الصوديوم في الدم او نسبه الملح في الدم قليل جدا، نسبه في الدم قصدي عالي جدا، في البول بيبقى قليل قوي، وفي حاجه اسمها الضغط الاسموزي طيب بيكون العكس، يعني في البول بيبقى عالي وفي الدم بيبقى قليل. طب انا عرفت كده اذا كان ده كده ولا اذا كان ده كده. طيب هعمل ايه بقى؟ هبتدي اعالج. طب العلاج بتاعه ايه؟ دواء صغير كده اسمه فازوبريسين، بنمشي عليه مده مش قليله، طبعا الفازوبريسين ده الاسم العلمي بتاعه، يعني نمشي عليه مده طويله من 100 ل 200 مايكرو جرام، بنديه مره او اثنين او ثلاثه في اليوم حد اقصى على حسب طبعا الحاله، وبمشي عليه. ممكن اديه عضل وممكن اديه وريد. طيب وبعمل حاجه ثانيه، ان انا بدي مدر للبول. ازاي؟ يعني هو اصلا بيعمل حمام بول كتير وانا اديله مدر للبول؟ طبعا. لما بديله مدر للبول لو هو السبب نتيجه ان انا عندي مشكله في الكلى، مش المشكله اللي في المخ، لا مشكله في الكلى، لما بدي الموضوع ده بيبتدي يحصل حاجه بسيطه جدا. يعني انا اديت دلوقتي المدر للبول، طيب مثلا اللازكس. طب المدر للبول بيبتدي يعمل حاجه صغيره جدا، ان هو بيزود حساسيه الانسجه والخلايا بتاعت الكلى لمدرات البول وللهرمون. يعني احنا دلوقتي عندنا من ضمن الاسباب ان هو يا اما اللي هو بتاع المخ ان هو ما فيش الانتي دايوريتيك هرمون اصلا، يا اما بتاع الكلى اللي هو مش مستجيب زي ما قلنا، مش مستجيب للهرمون. طيب فانا لما بدي مدر للبول انا بعمل حاجه تانية، ايه هي؟ ان انا طبعا بزود الحساسيه بتاعه الهرمون، حساسيه الخلايا للهرمون، فيبتدي يشتغل احسن. طيب يبقى احنا اتفقنا ان احنا ده الفرق بين ده وده. طب انا كمريض عادي انا هعرف منين اذا كان ده سكر دم ولا اذا كان ده سكر بول؟ طيب احنا طبعا حتى سكر الدم لما بيبقى عالي ما يوصلش ل 10 15 لتر تبول في اليوم. تاني حاجه الموضوع ما بيبقاش مفاجئ، لا الموضوع بيبقى واحده واحده بيبتدي يحصل. ببقى انا عندي مثلا باكل كتير قوي، او انا لو النوع الاول بتاع سكر الدم انا طبعا من صغري وانا عندي المشكله دي. طيب لو النوع الثاني بيبقى الموضوع واحده واحده، مليان شويه، بياكل كتير، بيتعصب كتير، الكلام ده كله، فده اعراض مع بقى التبول والعطش والهمدان والكلام
الكلام ده كله. فالموضوع ده بيبتدي واحده واحده، عكس السكر الكاذب اللي هو السكر البولي، اللي احنا قلنا ان السكر في قصدي السكر في البول في النوع الكاذب بيبقى عادي ما فيهوش حاجه، انما في السكر الدم بيبتدي يبان السكر في الدم من ساعه ما السكر يوصل 180. وطبعا معظم الناس اللي عندها سكر وبتكتشفه لاول مره بيبقى السكر فوق ال 200 فانا كده اكتشفت ده واكتشفت ده. فالموضوع يا جماعه ببساطه مش اول ما تحس باعراض سكر تروح تعمل تحليل سكر، لا، انا المفروض ان انا بمشي شويه على ان انا اعمل تحاليل واكشف واشوف الدنيا عامله ايه قبل ما اعمل. وفي تاريخ عيله للسكر ولا ما فيش تاريخ عيله للسكر؟ طيب لو في تاريخ عيله للسكر، طيب هو اللي جاله السكر زي الوالد الوالده اي حد جاله مره واحده ولا ابتدى واحده واحده؟ يا رب يعجبكم الفيديو. هنعمل لايفات تانية، ولو عندكم اي اسئله اسالوها على طول في اللايفات. اشوفكم على خير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.